هي الأمراض اللي ممكن تصيب الجنين في بطن الأم، وانت كأم ممكن تكوني السبب في إصابة الجنين ببعض الأمراض. هجاوبك على أسئلتك، بس الأول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. ابلكيشن الداية تقدري دلوقتي تعرفي منه أقرب صيدلية ليكي والتقييم بتاعها كام، وكمان عناوين ومواعيد الدكاترة، وكمان المعامل وخدماتها. حملي ابلكيشن الداية دلوقتي. ممكن جدا جنينك يصاب ببعض الأمراض وهو لسه في بطنك، والأمراض دي ليها أنواع زي الأمراض الجينية والوراثية اللي بتعمل تشوه في الحاجز البطيني اللي احنا نعرفه بالثقب في القلب. وكمان في مرض بيخلي الجسم مش بيقدر ينتج البروتينات اللي بتساعده على تجلط الدم. وكمان أمراض العدوى، ودي بتتنقل بقى من الأم للجنين زي الإيدز والحصبة الألمانية وجدير المية والشيلان والكلاميديا. وكمان للأسف يا حبايبي إن الأم ممكن تعمل بعض العادات السيئة خلال فترة الحمل بتأثر على الجنين زي التدخين وشرب الكحول والتعرض للمواد الكيميائية الضارة والإشعاع، وبتتناول برضو أدوية بدون داعي، والإفراط في استخدام الفيتامينات، واستخدام مثبتات الحمل بدون أي داعي، وكمان سوء التغذية. دلوقتي أنا هقولك العادات دي ممكن تعمل إيه في الجنين. العادات دي ممكن تسبب مشاكل في القلب، وكمان مشاكل في النمو العقلي للجنين، وبتعمل زيادة في وزن الجنين بصورة مفرطة، وبتعمل لا قدر الله إعاقة نمو في الأعضاء بتاعة الجنين، ده غير زيادة خطر الإجهاض والولادة المبكرة. خلاصة الكلام، لازم تاخدي بالك من العادات السيئة اللي بتعمليها علشان تقدري تحافظي على الجنين. ده غير بقى لو انت في أمراض الجينية والوراثية، دي بتبقى حاجة يا بنتي من عند ربنا مش في إيدك. نهايته حافظي يا بنتي على نفسك عشان ابنك يجي بالسلامة. وبكده هكون جاوبتك على أسئلتك. استنوني بقى في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم الداية. ابلكيشن الداية تقدري دلوقتي تعرفي منه أقرب صيدلية ليكي والتقييم بتاعها كام، وكمان عناوين ومواعيد الدكاترة، وكمان المعامل وخدماتها. حملي ابلكيشن الداية دلوقتي.